فطبعا ده اللي حصل. اوكي يا جماعه، لا لا انا مش مصدقه. ادهم معانا، ادهم الجابر، وكاتب لي تصحيح. خلاص يا جماعه انا غلطت، انا عارفه. بيقول الراوي كان عبد الوارث عصر مش المرآة السحريه، المرآة كان الفنان عبد العزيز ابو الليل. وطبعا انا ما اقدرش اقول حاجه يعني بعد ادهم واسلام، ما اقدرش اتكلم يا جماعه. ادهم طبعا انتوا عارفين هو اللي كان كاتب البوست. شكرا يا ادهم انك دخلت على اللايف، دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي والله العظيم. يعني حابه جدا ان انت دخلت، واتمنى لو في اي اضافه حابب تضيفها او تصحيح لكلامي يعني ابقى مبسوطه قوي. تمام. بعد بقى فترة طويلة من الحقبة الزمنية بتاعت أستاذ سمير حبيب وأستاذ عصام السيد وجيهان الناصر في الإخراج الغنائي والكلام ده، كانت فترة ما شاء الله فيها إنتاجات قوية جدا طبعا غنية عن التعريف. بعد كده في برضو مرحلة تانية في الألفينات بقى كده، يعني بعد الألفينات اللي هي بقى المرحلة اللطيفة بقى اللي هي كان فيها الأفلام بتاعت بيكسار والكلام ده. طبعا من نجوم المرحلة أستاذ عمرو حسني وأستاذ زينب مبارك، وبرضو معنا طبعا جيهان الناصر وأستاذ أحمد مختار. كانوا كل التعاونات دي طلعت لنا أفلام خطيرة جدا ولحد دلوقتي برضو عايشة معانا. ولكن بقى في المرحلة الفاصلة اللي هي اللي حصل فيها حكاية التحويل من المصري للفصحى، وطبعا الوقت ده كلنا فاكرينه والصدمة اللي جات لنا كلنا بسبب تعاقد الجزيرة للأطفال أو تلفزيون جيم إن هو ياخد حقوق النشر بتاعت أفلام ديزني ويعيد دبلجة كل حاجة تاني بالفصحى، والافلام الجديده كمان تبقى بالفصحى. وطبعا قعدنا في المرحله دي حبه حلوين، واتعمل الحمله بتاعه ديزني لازم ترجع مصري، واللي كان طبعا من ضمن اللي شغالين عليها والمؤسسين بتوعها ادهم اللي هو بيسمعنا دلوقتي واللي كتب البوست بتاع يحيى الفخراني. والحمد لله بعد مناشدات ويعني حملات قويه جدا من الفانز لمده سنين وسنين، طبعا انتوا تفتكروا الحاجات دي، ديزني بدات سنه سنه تسمع للفانز. اول حاجه رجعوا الدبلجه تاني تبقى في مصر بعد ما كانت راحت للبنان، وشفنا تجارب سيئه جدا منها انسايد اوت اللي احنا مش قادرين ننساه لحد دلوقتي من كتر ما هو كان ضعيف جدا. بعد كده بقوا يعملوا ميكس ما بين الفصحى والعاميه. بعد كده لما ديزني بلس نزلت في الشرق الاوسط بقى في اوبشن انك تتفرج بالفصحى او بالعاميه المصريه. بس ده باختصار كان المرحلة او التاريخ باختصار كده وايه اللي حصل. طيب في ناس كتير دلوقتي بتقول ان دي مؤامرة، انتوا ايه رأيكم بقى في الحكاية دي؟ ان دي مؤامرة، الموضوع اتقلب بشكل فظيع، الكومنتس كلها خدت اتجاه ان دي مؤامرة لتدمير الفن المصري وتدمير الدوبلاج المصري، والموضوع يعني يا جماعه خد سكه تانية خالص. هقرا الكومنتس بقى لان انا طبعا ما كنتش بقراها كل ده. ف ماشي. محمد مصطفى بيقول وقتها ديزني في الشرق الاوسط كان في قمه النجاح، ودلوقتي الى قمه